نيجي بقى لثالث جزء اللي هو الاوروبيين في اكتشاف قاره افريقيا. قال لك خلال القرن ال 15 ماذا حدث؟ قال لك كان في دوله اسمها البرتغال. البرتغال كان الملك بتاعها كان عنده اكثر من ابن، فجه ابن من ابنائه اللي هو الامير هنري الملاح. كان شروطه اللي هو الملاح. خلي بالك هو ما كانش بيروح يكتشف بنفسه، هو كان بيبعت ناس. الراجل ده اللي هو الامير هنري كان حابب حته الاكتشاف وان هو يروح يدور ويستغل الموارد بتاعت الدول الثانيه، فكان مطلع على الكتب بتاعت العرب. يعني العرب كان لهم دور كبير جدا في اكتشاف قاره افريقيا، فكان الامير هنري ده بياخد بقى الكتابات بتاعت العرب وبدا ان هو يقرا فيها، فالموضوع تحول معاه ان هو شغف ان هو عايز يروح ويدور وبتاع، فبعت برضه رحله استكشافيه حول قاره افريقيا عن طريق بقى طريق اللي هو لف حوالين قاره افريقيا. كان الهدف ان هو يوصل الى دوله اسمها الهند. عن طريق الاكتشاف ده سموا الطريق اسمه